السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وسلامة، وهواي متابعين ينتظرون هذا الفيديو والشرح عليه. اليوم قعدت راح اشرح لكم على هاي الرحلة مالتي اللي كانت سفرة ب5 ساعات. وين رحتي وين سافرتي؟ بما انه تعرفون احنا البصرة يعني على حدود ايران، يعني ربع ساعة او نص ساعة تدخلين الحدود الايرانية. فهنا عندنا اصلا صديق ياخذنا من الحدود، من يعني المعبر، وياخذنا يفتر بينا. هو يعرف يعني يحكي الإيراني. هو بس يدلينا المكانات وهنا نروح ونختار. فأول ما طبيت على الملابس مال الأطفال، بنات يما فرفح قلبي عليها، الكواليتي والخامة مالتهم تجنن. يعني بحيث ما أعرف شنو أخذ، ما أعرف شنو يعني الخامة مالتها كلش حلوة. خذيت تراكات شتوية بخارية للأطفال. همينة رحنا هو يندل المكانات وياخذنا ويشوف، يعني يعرف المحلات الأسعارها بسيطة. همين جايين على اليمن. أهم شي ناخذ حليب العمتي. عمتي عندها نقص بالكالسيوم، فطوها حليب مركز يعني بكالسيوم. فهنا عندنا بالعراق كلش غالي. فهنا زوجي راد يروح، فقال انتي امشي وياي. قلت له يلا عادي خلي اروح وياك. نجيب لها كم قوطية بدربنا. وهمينة ناخذ من عندهم مكملات غذائية، اللي هو فيتامين دي. دائما يساقط شعرنا وضعيفين وشو اسمه ما نتعرض للشمس. فأهم شي إنه أكثر شي جبنة. رحنا للصيدليات وجبنا فيتامين دي بنات. جبنا هاي بعدين بنهاية الفيديو شوفنا جبناه. قلت لك أنا دائما أقول لك مو بس نعالج من برا شامبوهات وهاي، فلازم ناخذ مكملات غذائية مثل فيتامين دي. والله جبنا فيتامين دي وجبنا للأطفال وجبنا للعمر الكبير. همينا رحنا سوقنا لحوم، سوقت شنو بعد، سوقت أشياء منا ومنا، حبشكلات كلش حلوة. دائما إحنا البصراويين أو الأهوازيين يروحون يسوقون، يجيبون بضاعة من إيران ويجون عندنا بسوق، سوق العشار، يبيعونه هناك بالبصرة. يبيعون أشياء كلها إيرانية. وتعرفن إنه بالنسبة أسعارنا كلش، أسعار إيران بالنسبة إنه كلش رخيصة. وثاني شي سبحان الله، منتجاتهم حلوة يا أخي. جبت هاي منتجات هسه بعدين راح يشوفونها. خاصة الروبة مو مثلنا متروسة نشي. يعني أقول إيش قد صناعات حلوة على قولتهم محلية وشو اسمه، وغير اللي يصدرونها. أكو اللي يصدرونها حسب الواحد اللي يريد ياخذها. الروبة اشترينا قوطية الروبة جبناهن ويانا. يعني ما قمنا ناكلهن بتمن، قلنا حرامات ناكلهن بخبز وناكلهن. يعني طعم زبدة، طعم قشطة الزبد مكون بيها. هنا طبينا الصيدلة وخذينا الفيتامينات واللي نريدها. تحسين شعب يشتغل شغل حلو، مو مثل انه يترسى نشا ويخلي الروبة من جوا نصها مكسورة حتى شنو ما تاخذ روبة هواي. والله فد سوالف تعبانة. اكو بعضهم يسوون الشركات. هنا طبينا بس هما اكو بيهم ما يرضون نصور بالمحلات او شي، ممنوع عندهم التصوير. فهنا أنا طبيت بالخفيلات. هنا بالخفيلات شنو، هنا عندهم الدجاج الكيلو يطلع لك ب2000، أو الكيلو يطلع لك ب3. لا هو شي الكيلو ب2500 هيك شي. الأشياء مالتهم كلش حلوة. إذا سألتني هواي على المادة المقرمشة جبتها، فجبتها هنا من إيران. هنا فاحنا ويانا هذا الإيراني هو يعرف إنه يحسب لنا ايش قد السعر بالعراقي وايش كثر بالإيراني. وهسه نجي على الفقرة التعبانة، وهي شلون عبرنا اللحوم والأدوية وهم ما يرضون واحد ياخذ ويصدر. فهنا ايش سوينا؟ هنا جبنا أكثر من علاقة يعني وجنطة، حتى عودك شنو نوزعهن كل وحدة جنطة بوحدها. فقمنا هنا بالشارع، بعد هنا لا عندنا مكان ولا هاي، فقمنا بالشارع قعدنا ونوزع الأدوية بوحد، الأدوية بجنطة قسيم واللحوم بجنطة قسيم، وهالسوالف كلها. وكلها وكظلنا بالحدود. قالوا تعرفون ان اللحوم ممنوعة؟ قلنا لهم هنا اول مرة نجي وجينا خطار وهم ممنوع. كذابين الصراحة، كذابين. لان شنو، دائما يجون اكو بيهن اهوازيات وهاي ياخذن ويعبرن وهاي، بس يمكن اعتقد يعطون فلوس او معامل او هاي ذول سوالف. فشوفن هذين كلهن المكملات الغذائية اللي خذيناهن. شوفن هذين فيتامين دي. داسم عن شخير شيبو مريض اسم الله عليه كان نايم بحضني. هنا أنا خذينا لحم، يبيعون لحم متبل. هذا بنات لحم شرائح بالشحم. هذا فد شي جنن، قاعدين تشوين بيوت تنطبخ بالشحم. وهنا ستيك مال دجاج. وهاي جبت الأشياء هواي بنات جبت.
غذائيات. يعني قلت لهم هذا هنا الافخاذ مال الدجاج يصيرون شايلين الجلد، والدجاج مالتهم سبحان الله حتى طعمه يختلف، يصير اللحمة مالته دايبة ذوبان. هذا جبته المقرمش اللي خليته بعدين تشوفنه استعملته سويت بيه دجاج. هنا عندنا مسوين انواع التتبيلات للدجاج، بس تعالي وشويهن، فدي اشياء كلش حلوة جبناهم بنات. اسعارهن همينة يعني طبعا كل هذا المسواق والمكملات الغذائية، وبعدين من هناك اشياء كلهن طلعن علينا 200 يعني. حسبها زوجي وطقطقها قال تخيلوا انه هذا اشتري هذا هنا وهذا هنا، ففرق كلش هواي. هنا حماتي تحب الزيتون المدخن. المهم يا عزيزاتي، فصراحة تونست انه ما بيها حيل تمشي، فكانت مسافة كلش بعيدة، فسوقت واستمتعت. وهسه شاهدة تحضير. قبل كم يوم اشتريت ناجس دجاج جاهز، وخوت جاهز يموتون عليه، فكانت الكرتونة بيها قطع قليلة كلش ما تكفي. قلت لهم خل اسوي على ايدي، وصدور دجاج موجود عندنا وطريقته كلش سهلة وبسيطة ما تتوقعون شلون. هنا عندي كيلو مال صدر مال دجاج، وعندي صمونتين ترى متهن بهاي الطريقة محضرة الطعام لحد ما صار هيجي. ضفت عليه صدور الدجاج وبطاطا مسلوقة، بوتيتا عفوا، وضفت عليه بهارات مال قص دجاج، لا تكثرين كلش بهارات، وملح، وراح اثرمهن مرة ثانية. ركزن على شوية ملاحظات حلوة راح تفيدشن اكيد. هنا عندي طحين، ضفت عليه نكهة الماجي، اذا عندك ما حاجة بهارات، وملح لا تخلي الملح، نكهة الماجي مالحة، وماي سويت مثل الصوص مثل الروبة. بنات هذا الخليط، هذا خليط كريسبي قلفون بيك تنكاكي شنو اي اشياء تريد تكربسينها يعني. فتقدرين قبل شوية من طحنا الصمون الكهربائي، تقدرين تاخذين من هذا الصمون وتقلفين بيه بدل هذا اذا ما متوفر عندك، لان هو هذا نفس الطريقة انا جبته، فعرفت انه مكوناته نفس الصمون من طحنينه بمحاضرة الطعام يطلع بهذا الشكل. فانت اكيد ما متوفر عندك، فهنا ما متوفر عندك لازم نوفره عندك. مثل ما قلت لك الصمونه مالتك تطحنينها بهذا الشكل وتغلفين بيها، من راح تحمصينها راح يصير لونها ذهبي حلو. بهاي الطريقة قمسته بالسائل، وبديت هنا اقمس بيه وفرسته وخليته بهذينا، وبمتى ما اريد طريقته كل سهله. هسه نجي اليوم ثاني. هنا عندي قلايتي من امبليوم، طبعا هاي القلايه كل سريعه بالشوي، بعد ما حاجه زيوت وهالسوالف همينه توفير، بس مجرد انه رشيتها الزيت وشغلتها من امبليوم. خذيتها ضمان هالسنه من الوكيل الحصري لشركه امبليوم، راح اخليك حسابه جوا. وهنا اجيت همينه، طبعا انا ما استخدم طباخه مال غاز ابدا الا من تطفي الكهرباء، عندي هاي الطباخه المنضديه استخدمها توفير كلش حلو. مثل ما شفتن سلكت البوتيتا، وهمين غليتها بالقلاية الهوائية هيك اختصارا للزيوت. شوفن قرمشة تخبل ومستوية من داخل، فتشي كلش رهيب بنات. الطعم والقرمشة ما تختلف عالجاهز ابدا. وهسه يا محفوظات السلامة راح اخذكن على احلى قسم، وهو قسم الأماعين. مثل ما تعرفون انه مشروع الحلو الجميل هو الأماعين، وانا من عشاق الأماعين، وما اكو وحدة ما تعشق الأماعين، فوفرت هنا كل الاشياء الحلوة. هذين المقدمات، هذين الصواني، هذين الصحون الذهبية، اشياء كلش حلوة. طبعا هسه وصلتني البضاعة الجديدة، فالدنيا معفوسة عندي، فدي اشياء كلش حلوة، ودائما انشر على الحالة الاشياء الجديدة. وصواني حرارية، صواني تدخل الفرن، شوفن يعني تقديم مو طبيعي. وهمينه وفرت تحفيات، شوفن هذا على شكل شيشة عطر، شوفن تحفية تخبل. هاي تخيلين هاي التحفية مات صابون دواعا تخلين عليه صابون، يعني اشياء ملكية تجنن. الفازات هذين الاشياء كلش حلوة بنات. اصواني، قوالب كب كيك، تقديمات. هنا شنو ترديم من اشياء موجودة عندي، راح اترك لكم رابط قناة مال واتساب حتى تشوفون كل شيء اشياء انشرها. شوفون الاشياء الذهبية تجنن، والماعين همينه لا تحجن. فكل التفاصيل بنات وعلم الاستعمالات. هذين الصواني وقيسا بالفيتا الهن الاشياء. وش فطومة هاد لفظ الجلال، هاي مكسورة طبعا، مكسورة هاي لفظ الجلال ايش قد حلو.